زلزال في دوري روشن. الاتحاد يتعثر والمنافسة تشتعل. هل سنشهد انقلاباً في جدول الترتيب وزلزالاً يهز سباق الصدارة؟ مفاجأة مدوية في دوري روشن. العميد يتعثر أمام الفتح ويفقد نقاطاً ثمينة في لحظة حرجة. رغم الصدارة، الفارق أصبح خطيراً، 4 نقاط فقط عن الهلال و8 نقاط عن النصر الذي يلاقي القادسية غداً. علامات استفهام كبيرة. لماذا هذا النزيف في النقاط الحاسمة؟ أين الاتحاد الذي عهدناه؟ المنافسون يشمون رائحة اللقب. النصر قد يقلص الفارق إلى 5 نقاط فقط غداً، وما تبقى هو 6 جولات فقط. 6 مواجهات ستحدد بطل دوري روشن. لكن السؤال الأهم، هل هذه نهاية سيادة العميد؟ أم أن النمور ستنهض وتعود أقوى؟ شاركونا آراءكم. من سيرفع الكأس هذا الموسم؟ الاتحاد؟ الهلال؟ أم النصر؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات.